وما تكتمل سفرتنا الرمضانية إلا بوجود السمبوسة. اليوم سويتها بحشوة اللحمة والجبنة، وهالسنة اعتمدت على الرقائق مستاف، مرة معجبتني. استخدمت اليوم مقرمش وحراق. ونبدأ بسم الله. مقلاة عميقة على النار، حطيت زيت الزيتون والبصل والفلفل البارد والفلفل الحار وقلبتهم لين تسبكوا. بعدين أضفت اللحمة المفرومة، الملح والبهارات، واستمريت بالتقليب لين نشف الماء وبقت الحشوة على زيتها. سكرت النار وخليتها على جنب لين بردت. أضفت البقدونس الكزبرة والجبنة، قلبتهم، صارت الحشوة جاهزة. طيب الحين نشوف مع بعض طريقة لف السمبوسة، مرة سهلة. بس للمبتدئات ضروري تضغطين الأطراف علشان يطلع عندك شكل مثلث كذا مرتب. الطرف النهائي أنا أحب أحط فيه خليط لاصق الدقيق والماء، وهذا اختياري. هذا المقرمش وهذا اللي هو الحراق. بعد ما انتهيت من كل الكمية، جزء من السمبوسة حطيته بعلب بلاستيك وبينه بلاستيك أو ورق زبدة ودخلته الفريزر. الباقي دهنته شوية زيت زيتون ودخلته القلاية الهوائية عشان يتحمر من الجهتين. وبعد ما جهزت السمبوسة قدمتها مع الدقوس الحار وصوص الرانش وعصرة ليمون. أبيكم تسمعون القرمشة. ركزوا لي على شكل السمبوسة من الداخل. أنا ما أحب السمبوسة تكون نية من الداخل ومستوية من برا، لازم تكون مستوية كل الطبقات ومقرمشة. عموما جربوا الحشوة هذه، ومنزلة لكم بالملف التعريفي بسنابي وقناتي بالتليجرام أكثر من 55 حشوة للسمبوسة، للسبرينج رول، حشوات مشكلة. جربوا الطريقة هذه، بإذن الله بتعجبكم. صحة وعافية مقدما على الجميع.